ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. مقطوع الكرة من أمام ميشيل دلغادو، ترجع تمريرة هلالية بتسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب. حلوة الكرة من صالح الشهري إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى على يسار مارتن كامبانيا. فرصة كانت رائعة فيه مدرب الهلال بالمباراة الماضية. التسديدة للهلال من فييت. المباراة الثاني أمام الباطن قدم أداء رائع. الكرة اللعب إلى إيجالو في محاولة، لكن المحاولة والتمريرة واصلة باتجاه مارتن كامبانيا حصل على الكرة الماضية. مارتن المباراة الأول كلها ضغط من جانب الهلال. الآن الكرة تصل لفريقه في محاولة وتسديدة، لكنها مرت باتجاه حارس المرمى محمد العويس. واصلة بضعفة النتيجة والخروج بانتصار في مباراة الطائي. الكرة بعرضية إلى محاولة شيري براسية إلى خارج أرضية الملعب. شوفوهم رغم التراجع الدفاعي الكامل بالنسبة لعناصر الباطن، مع ذلك الهلال قادر على خلق الفرص. ومن وين؟ من منطقة الجزاء. وبالمناسبة المكان المفضل للهلاليين. ناصر في تمريرة مقطوعة إلى عرضية، لكن الكرة أيضا مقطوعة من دفاع الهلال. ترجع الكرة سلمان الفرج، لكن بعد ذلك تمكن من استخراج الرخصة وإضافة عناصر كثيرة لم تضف الكثير في القسم الثاني من الدوري. صافرة ومخالفة للهلال. الانطلاق الباطن من الجهة اليسرى، المرور بعد التدخل من دفاع الهلال. ما فيه مخالفة. حكم المباراة طالب باستمرارية اللعب، ما في مخالفة باللعبة الماضية. الكرة اللعب إلى محمد كنو يلعب كرة لعبد الله عطيف. نعم الهلال يستحوذ على الكرة، لكنه سلمان الفرج مرر كرة طويلة واصلة باتجاه فييتو. التسديدة من فييتو، جول! هدف أول هلالي. الكرة خادعت مارتن كامبانيا، ومعها الهلال يسجل أول أهدافه في المباراة. لكن البلوي عنده قرار. شوف الكرة من جديد، شوف التسديدة من فييتو. البلوي عنده قرار، يبدو أنها لامست يد إيجالو. التسديدة الماضية، شوف الكرة، التحضير من فييتو. التسديدة المدافعين في الباطن للأمام. يوسف يلعبها بعيدة خاطئة إلى خارج أرضية الملعب. الهلال سلمان يلعب كرة في الجهة اليمين إلى إيجالو. لقطة حلوة للهلال، لكنها في النهاية تمكن الباطن عبر دفاعه وحارس مرمى من ابعاد كرة الى خارج ارضية الملعب الى الاوت، رمية جانبية. شوف الكرة من جديد الى تمريرة عادت للباطن من جديد. الفرصة خطيرة، جحفلي تدخل. الكرة ما زالت خطرة. خليفة الدوسري امنها لحارس مرمى، والحكم يوقف اللعب للاطمئنان على سلامة اللاعبين في الباطن على ارضية الملعب. لاعبين في الباطن على ارضية الملعب. سلامات. تمريرة لسلمان الفرج، ثم الكرة إلى فييتو، والمحاولة مقطوعة إلى خارج أرضية الملعب. إلى ركلة ركنية للهلال. الركلة الركنية على يمين مارتن كرة ثابتة، ركلة حرة مباشرة. الكرة الثابتة ملعوبة عرضية لمنطقة الجزاء، مبعدة من دفاع الهلال، ثم أيضا إبعاد من الدفاع الهلالي. إبعاد. هذه كرة اللعب لعبد الله عطيف خسر الكرة وتسديدة، لكنها في 45 دقيقة من اللعب. الكرة اللعب على الجهة اليمين، العرضية إلى منطقة الجزاء. أبعدت الكرة في اللحظة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. الركلة الركنية تذهب للهلال. الآن كم الوقت المتبقي بدل ضايع. العرضية إيجالو، والراسية من إيجالو مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. عادت الابتسامة لمحيا دياز. هذه الراسية من إيجالو مرت إلى الهلال أن يصل لمرمى الباطن ما عليه إلا أن يلعب مثل هذه الكرات المرتدة من أجل أن يصل لشباك الهلال، لكن الكرة مبعدة من الدفاع إلى خارج أرضية الملعب. هي اللقطة الحاسمة كانت، هي اللقطة المتبقية كانت، هي لقطة الاحتفال، لكن تدخل الدفاع على الجهة اليسار. سنذكر حضراتكم بقائمة الأسماء، والعويس أنقذ مرمى الهلال من كرة في بداية شوط المباراة الثاني. الهلال الذي يبدو مستعدا لشوط المباراة. الهلال في انطلاقة شوط المباراة الثاني بأول أهداف المباراة. الآن يفاجئ الهلال، الآن رينزو لوبيز
هذه ليست مفاجئة لأنه أنذر الهلال في أول كرة مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. رينزو لوبيز في الثانية سجل هدف أول في مرمى العويس. الباطن يتألق في انطلاقة شوط المباراة الثاني. ضاعت الأولى والثانية ما تضيع، الثانية ما تضيع. رينزو لوبيز عرف كيف يعالجها في الشباك ويسجل للباطن أول أهدافه في المباراة عبر عرضية رائعة لعبت إلى رينزو لوبيز. لوبيز لعبها هناك في الزاوية البعيدة، هناك يا عويد بالهبوط. الخروج بالنقطة على أقل تقدير هي انتصار. الكرة ملعوبة إلى راسية لكنها مرت باتجاه حارس المرمى، واصلة إلى مارتن كامبانيا. راسية عدت إلى مارتن كامبانيا. المباراة أصلا كانت معقدة على مع كرة يتقدم فيها إيجالو ما زالت مع الكرة، عدى وتسديدة من إيجالو لكنها مقطوعة، عادت للباطن. قلت لك بأن الهلال ليس من المنطق. الكرة اللعب لصالح الباطن في محاولة ما زالت خطرة والتسديدة واصلة إلى محمد العويس. تسديدة من أندري بوكية لكنها وصلت إلى العويس. الباطن المتألق في شوط المباراة الثاني يحاول الاستفادة من الهفوات، يقدم بكل عناصره للاستفادة من الركلة الركنية. الكرة بالراس ملعوبة لكنها مبعدة اليمين إلى فييتو، وحركة هلالية مستمرة عند منطقة الجزاء، وماريجا بتسديدة لكنها مرت إلى مارتن كامبانيا. نعود للحديث اللي قلناه في شوط المباراة الأول يوم قلت لكم بأن الباطن الهلال سيواجه من أمام، تمررها إلى رينزو لوبيز. رينزو لوبيز بتسديدة العويس، ردة فعل أبعد مع الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية للباطن. الباطن في تسديدة من بعيد من رينزو لوبيز، أراد أن يبعد المباراة عن الهلال لكن ركنية. اللعبة عرضية لمنطقة الجزاء، الكرة تبعد، الله، إلى خارج أرضية الملعب. اختار القوة لوبيز، مرت بعيد الكرة عن مرمى الهلال. ميشيل ديلغادو يمارس هوايته، يلعب كرة لياسر وجبته في فرصة متاحة لكنه تصطد بالمدافعين. حتى الكرات الثابتة تمتنع يا هلال. الكرة للهلال واصلة بتمريرة إلى جحفلي، إلى تمريرة ملعوبة في اليسار. الكرة في اليسار، اللعبة عرضية في منطقة الجزاء والراسية إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى للباطن. الهلال كان قريب هذه المرة. ديلغادو عدى، الله على لقطة من ديلغادو وصل فيها بمنطقة الجزاء. الكرة اللعب إلى منطقة الجزاء، مبعد الكرة، الحمدان في تسديدة عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. خادع المدافع، الهلال يتراجع والباطن يتقدم، والتسديدة مرت على يمين العويس، عدت بسلام على الهلال. كانت فرصة الباطن لتعزيز النتيجة ومضاعفة. الرمة يا جماعة طبعا هنا انواع الرمة كتيرة، علشان كده حضرتك مش اي يعني اللي انا شفته في المكان ده. كان معايا ابن عمي كان معاه رمة زرقاء ما كلتش، انا نزلت بحتة رمة صفرا اهي. حتة الرمة الصفرا دي كانت معايا هنا اول امبارح، علشان كده يفضل حتة الرمة حسب الماء يكون معاك نوعين رمة ولا حاجة. الرمة متوفرة بتطعم الرمة زي ما حضرتك شايف. طبعا صيد الرمة فردين يا جماعة، وش القرمة يعني في النارتين. برجع على الله، وكل سنة وانتم طيبين. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل الحال يا رب، يا مسهل يا رب، توكلنا عليك يا رب. هذا حجة يا من انت كريم يا رب. صلاة النبي، صلاة النبي. اديله على ودنا يا ولا السمك الحر يا جماعة، علشان في ناس بتتكلم على الكلام دي. السمك الحر
طعمه طبعا ده حاجه ما لا بتاخد اي اكل ولا هرمون ولا حاجه من الخارج. دايما تلاقي السمكه الحره طعمها اجمل من سمكه المزارع بكتير. فانا بشوف ناس يقول لك